معكم كوردبل واي جيمنج. النهارده يا شباب هنلعب لعبة جميلة جدا، وهي مش هنلعب النهارده، هنحكي عن يعني ايه قصة افتتاح القناة. فطبعا قبل ما نبتدي الفيديو متنسوش بقى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا اسم الماب يعني عشان تلعبوها كده تلاقوها الصورة هنا. ايوه روحوا جربوه وادعوا لي. طيب يا جماعه النهارده بقى هنتكلم احنا افتتحنا القناه ازاي وايه اللي حصل، ويعني عملنا ايه. فيلا بينا نتكلم. اول حاجه يا جماعه، انا لما كان عندي 9 سنين كنت رايح عشان كنت لقيت ناس صحابي فاتحين قناه، في اللي جايب 1000، في جايب 30,000. فانا اتشجعت بصراحه وقلت ان انا ليه ما افتحش قناه زي صحابي واصبر. يعني في صاحبي قال لي انه في 3 سنين جبت 1000 مشترك. صاحبي تاني بيقول لي انا جبت 900 مشترك. في واحد صاحبي بيقول في 4 سنين جاب 30,000 مشترك. فقلت ليه ما تشجعش وافتح القناه. طبعا رحت لبابايا، وبعدين لما قلت لبابايا ان انا عايزه افتح قناه، طبعا بابا فتح لي القناه وقال لي ماشي. ابتديت اصور انا اللي كنت بتكلم، واخويا ياسين كان هو اللي بيلعب. تمام، عارفين طبعا شغل الاخوات وكده. المهم يعني يا جماعه ان ان عشان كان عندنا تليفون واحد، يعني كنا بنصور مع بعض، فقلت مفيش اي مشكله ونصور احنا مع بعض. بعد كده ياسين بدأ يتكلم ويظهر، وانا قلت له ما عنديش اي مشكله اتكلم معايا. فين وفين لغايه ما ياسين جاله تليفون يعني جديد، او بمعنى اصح ان انا يعني جالي تليفون واديت له التليفون القديم بتاعي. فالمهم فقرر ان هو بقى بعد فتره قال انا خلاص هفتح قناه وخليك انت في قناتك بعد ما احنا بنيناها مع بعض. طبعا يعني هي حاجة يعني تزعل كده شوية، بس يعني ماشي خلاص. هو قرر انه يفتح قناة ويكمل مسيرته في القناة بتاعته وكده. و... وطلب مني بقى ان انا افتح له القناة. طبعا بعد ما اتعلمت من بابايا يعني ان انا ازاي افتح قناة، فتحت له القناة. بعد كده بدأ يصور فيها. طبعا يا جماعه انا كان عندي 9 سنين بقى، كنت مبسوط قوي وانا بصور. كنت بصور حاجات على القد يعني، وكنت يا جماعه يعني بصور من الريكورد بتاع التليفون، يعني ما بصورش من اي برنامج زي بمعنى اصح. ايه ده؟ طب استنى ارستر الشخصيه كده عشان راسي اتعلقت. المهم يعني يا جماعه بمعنى اصح يعني ان وانا كان عندي 9 سنين كنت متشجع، كنت بصور من الريكوردز اللي هو تبع التليفون. ما كنتش عارف بقى موضوع المونتاج والكلام ده، يعني ما كنتش عارف الحاجات دي قوي. ان انا يعني كنت بشوف دايما الناس اليوتيوبرز اللي هم الكبار دول، زي مثلا يعني مستر بيست، مش عارف مين، يعني الناس اللي انا بتابعهم يعني. والمهم فكنت اتشجعت بقى قوي وقلت خلاص انا افتح قناة وامري لله وتوكلت على الله. طبعا ما كنتش عارف الحاجات بقى اللي هي بقى اللي هو المونتاج والحاجات دي يعني عارفين انتوا بقى الحاجات دي اللي هو مش عارفين بقى. فالمهم بعد ما شفت ولقيت ان انا جبت فيوز اتشجعت اكتر، فقلت يلا بينا. فبعد ما فتحت لقيت نفسي ما بجيبش اي مستوى خالص، ولا في سبسكرايبز ولا في فيوز. ده لما كان عندي 10 سنين. بعد سنة من افتتاح القناة لقيت ان مفيش حاجة حصلت، ولا سبسكرايبز ولا كده. فكنت قلت لا خلاص انا كده مفيش امل في القناة دي و... وبعدت عنها. بعدت عنها حرفيا مدة كام شهر زي ما انتوا شفتوا. بعد كده رجعت اصور تاني، قلت اتشجع تاني، وصاحبي قال لي لا خلاص يعني بص صور تاني واتكل على الله، ومش مهم ان انت ما تجيبش، المهم ان انت تنبسط في الحاجة اللي انت بتعملها. وفعلا ابتدأت اصور تاني بقى. وبعد ما صورت ويعني وكده بدأ يجيلي بقى كومنتات. لما كان عندي 11 سنة
تمام. بدأ يجيلي كومنتات وبدأت ازيد في المشتركين لغاية ما وصلت كام 24 مشترك. طبعا انبسطت جدا ان انا وصلت 24 مشترك، ويعني يعني الحاجة مش في كده، يعني انبسطت لما انا وصلت ل 24 مشترك. وبعدين ولقيت كومنتات من الناس حلوة، يعني اشكركم جميعا والله. اللي بيقول لك استمر يا بطل، انا مشترك جديد، روح شوف قناتي وادعمه وهو يدعمني وكده يعني يا جماعة. فاتحمست اكتر. ولكن بقى في الفترة الاخيرة دي يعني لكن بقى في الفترة الأخيرة قبل ما يتم 27 مشترك، طبعا دي مفاجأة يعني، قبل ما يتم 27 مشترك كنت خلاص قلت بس أنا مفيش أمل في القناة دي. فجأة لقيت واحد كاتب له كومنتات وبيقولك مشترك جديد ومش عارف ايه، فجأة مشترك تاني، يبقى في مشترك تاني وايه، وبص بقى الفرحة في عينيك بتبص كده. قلت بقى عقبال بقى يعني ان شاء الله بقى نوصل 1000 مشترك. يعني يا جماعة شوفوا بعد كده بقى في الموضوع اللي انا بكلمكم عليه، اللي هو موضوع ايه ده، انا رحت فين؟ هنا. بعدين بقى يا جماعه في موضوع المونتاج، لقيت الناس كلها عماله تعمل اشكال وحاجات وانتروز وكده. ففتحت اليوتيوب، يعني اليوتيوب مخلاش حاجه بصراحه، يعني بمعنى اصح تحت اليوتيوب بحثت عن ازاي اعمل انترو، وازاي ان انا اعمل وان انا ازاي اعمل ثواني، وان انا ازاي اعمل مونتاج. طبعا تطبيق انشوت هسيب لكم الصوره قدامكم، مريح جدا وما فيهوش اي مشكله. لو عايز تشيل الووتر مارك على انشوت تشيله وتضيف فيديوهات وتعمل، ما بياخدش منك وقت والتحميل سريع. يعني بصوا البرنامج ده بحبه قوي يعني بصراحه. ولما عرفت البرنامج ده واتعلمت من عليه، لان انا البرنامج ده يا جماعه ما اكتشفتوش على اليوتيوب، كان عندنا عمل مدرسي كده ان احنا نعمل يعني حاجات في العلوم يعني وكده. فالمهم اكتشفت البرنامج ده، كنت عملت عليه وكان لذيذ جدا، يعني اللي هو ايه، اللي هو كان لذيذ وما خدش مني وقت، وشلت الويتر مارك ويعني ف فانا انبسطت جدا. فبعدين بقى يعني ايه، قلت لا بقى خلاص، انا هكمل بقى هنا. بقيت بقى اكتشف حاجات اكتر بقى يا جماعة. تمام. ان انا ازاي يعني اعمل فيديوهات جامدة، ازاي ان انا اخلي الكلام يعني ايه ظاهر لكم، كل ده بكتشفه لسه، يعني بكتشفه لغاية ما الاقي له حل كده يعني. ويعني بصراحة يعني كنت مبسوط جدا. فيا جماعة اللي طالبه منكم يعني نكمل بعض ونشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات يا جماعة ولايك. تمام. متنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا يا جماعه بقى كنت محتار لما اجي اتكلم اقول ايه، اقول ازيكم ولا السلام عليكم، زي ما شفتوا في اول فيديو خالص نزلته في كوردبل واي جيمنج، كان بقى اسمه تريبل واي جيمنج. الموضوع ده اكلمكم عليه دلوقتي، بس يعني ايه كنت محتار بقى. بعد كده قلت خلاص دي احلى. وبعد كده اكتشفت بقى ان انا اقول الاوترو اللي هو كان معكم كذا كذا كذا. والاند سكرين يا جماعه اللي هو اللي بيظهر لكم بعد ما بخلص الفيديو، اللي هو بيظهر فيديوهين وسبسكرايب وكده، ده ما كنتش مكتشفه، انا لسه بكتشفه جديد بصراحه. ولقيت انه ممتاز جدا ومعمول، فانبسطت جدا. بالنسبه بقى يا جماعه لاسم ليه حولت من تريبل واي جيمنج لكوردبل واي جيمنج؟ بصوا يا جماعه، يعني هو انا لما لقيت نفسي ما بجيبش مشتركين قلت ابحث عن اسمي تريبل واي جيمنج، لما كنت تريبل واي جيمنج. تمام. فببحث عن اسمي لقيت كل الناس مسمين ايه تريبل واي جيمنج. قال طب انا اعمل ايه؟ يعني تريبل واي جيمنج والناس كلها مسمين، عشان كده ما بجيبش مشتركين. والبحث لما اي حد يبحث، يعني لما اي حد يبحث تريبل واي جيمنج يظهر له كتير كتير، يعني زي يعني بصوا يا جماعه هوريكم انا دلوقتي مثل كده بعد ما اخلص الفيديو خالص هوريكم. تمام. فبعدين بقى قلت ايه، فرحت بقى يعني ايه، رحت اكلم اخويا ياسين قلت له اعمل ايه. تمام. وسألت بابايا طبعا.
قالوا لي نسمي كوردبل واي جيمنج، وفعلا سميت. بس اول حاجه قبل ما اسمي كوردبل واي جيمنج عملت حاجه لذيذه جدا. ايه هو بقى؟ ان انا ابحث عن كوردبل واي جيمنج، شوف ده موجود ولا لا. طلع يا جماعه مفيش حاجه اسمها كوردبل واي جيمنج خالص، ولا في اي اسم بالشكل ده. قلت خلاص اتكل على الله واسمي كوردبل واي جيمنج، وبالفعل سميت كوردبل واي جيمنج. وبدات اشتغل ان المشتركين يقول اللي هو الحمد لله يعني. وطبعا الفيديو اللي انا نزلته اللي يظهر لكم قدامكم على الشاشه، الفيديو اللي انا نزلته اللي هو ليه سمينا كوردبل واي جيمنج. طبعا يا جماعه شرحت فيه حاجات شويه، لكن بقى حاجات كتيره يعني. فالمهم خلاص بقى قلت ايه، لا خلاص يعني اتكل على الله كوردبل واي جيمنج، وبالفعل سميت كوردبل واي جيمنج. دي كانت حاجه حلوه جدا. فبقى ايه، على الله الناس تاخد الاسم ده، لان انا هتشل حرفيا. اجيب ايه، فيفث واي جيمنج يعني، ولا هعمل ايه؟ بس يعني وتقريبا يا جماعه ان انا اول شخص اسمي كوردبل واي جيمنج حرفيا، في حد سماه. طبعا بقى ايه، فكرت ان انا افتح يعني قناه شورتست، ولكن اقول انا لسه هتعب فيه تاني، ما اصور شورتست بتاعت القناه وخلاص ما تتفزلكش يعني. بلاش اي 60 في 70 بصراحه. اصل انا هعمل ايه يعني؟ قولوا لي بس والله اعمل ايه. ف يعني بصراحه يا جماعه يعني اتشجعت جدا، وشكرا 27 مشترك يعني. اول حاجه انا بصور بصراحه بسبب ان انا وصلت 27 مشترك. قلت بقى قررت ان انا احكي لكم عن القصه من افتتاح القناه الى وقتنا هذا، فاهمين يا جماعه؟ وتعلمت حاجات كتيره. فعشان اوصل اللي لسه بيفتح قناه جديده، مش كل حاجه بتبقى على الجاهز على طول. اتعب واشتغل وهيجيلك يعني الفرصه دي من قدامك. يعني انا يا جماعه بحثت ازاي امنتج، ازاي اعمل انترو، ازاي يعني اصور لكم الفيديوهات الجميله، ازاي احط ميوزك، ازاي يظهر لكم الكلام على الشاشه. كل ده من اليوتيوب. وابتديت افتتح. طب سميت اسم تاني بدل تريبل واي جيمنج، خليته كوردبل واي جيمنج. يعني حاجات كده كتيره 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 يعني بصراحه. وشفت يوتيوبرز كتير حكوا عن قصتهم، فقلت ليه ما احكيش انا كمان. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. بس استنوا بس اوريكم البتاع اللي انا عايزه اوريها لكم بالظبط. اوكي يا جماعه، تعالوا كده نيجي نبحث تريبل واي جيمنج. تمام. ده انا بكلمكم عليه. ايه ده؟ مش كانوا مسمين بصوا يا جماعه، يعني عندكم ده. تمام. عندكم مين تاني؟ استنوا، انا كنت شايف اسامي كتيره تريبل واي جيمنج. بصوا، تريبل ار يعني مثلا. عندكم جين مثلا، ده واحد مسمي نفسه جين. حاجات يعني كتيرة طبعا. في الفترة الأخيرة ظهر اسمي، اسمي الحقيقي بقى اللي هو ايه، يوسف. انا فعلا اسمي يوسف وكده يعني يا جماعة، مش مشكلة يعني، مفيش فيه حاجة يعني. بصوا جيم ويز تريبل واي، تريبل واي يعني. بصوا اسامي كتيرة. بصوا تريبل واي تي في، مستر تريبل واي، مستر تريبل واي تريبل يعني. شوفوا كلهم تريبل. طب لما نيجي بقى مثلا هنا نعمل كده ونبحث عن كواردبل واي جيم. كواردبل، تمام. نعمل سبيس، نبحث يمين كواردبل. ايه يا جماعه معايا كله بيغلط في الاسامي. بصوا انا هو ظاهر ده قناه ياسين طبعا. ده كواردبل واي جيمنج شورتست اللي انا ايه صورته. بس يعني ايه، اهلا يعني ما جابش همها بصراحه، ما شفتش اي حاجه مميزه. وده طبعا ظاهر كواردبل واي جيمنج. فلما نيجي مثلا نبحث هنا عن مثلا الشانلز، بصوا مفيش تشانل غير ده بالظبط. 28 مشترك، شكرا يا جماعه. انا لسه دلوقتي شايف القناه والله. 28 مشترك، شكرا يا جماعه. طبعا يا جماعه فتحت القناه من امتى؟ من 9 اوغست 2020. 9 اوغست، لا ما اظنش ان انا، ولا انا الايميل بتاعي ولا ايه، انا مش فاهم. استنوا يا جماعه، اول فيديو لينا فاكرينه؟ ثواني بس كده. طيب كان من 3 سنين يعني، من يعني كان 8 اوغست 2021 يا جماعه. يعني كان عدى
على يعني كان عدى عليه 3 سنين. ياه يا جماعة، نسترجع الذكريات دي الجميلة دي. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. كان معكم كورة واي جيمنج. اشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله مع كورة واي جيمنج وبس. جيبوا بقى فيوز كتيرة ولايك وكومنت جميل وبس. سلام.